اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اتزان. النهارده بقى انا جايب لكم مفاجاه هديه يعني. شباب كتير جدا بعد ما شافوا المستثمرين اللي استضفناهم او رجال اعمال اللي استضفناهم واتكلموا عن رحلاتهم الاقتصاديه في البيزنس، ازاي قدروا يدايفوا ويعوموا في بحر البيزنس في مصر، وازاي قدروا يبلوروا البيزنس بتاعهم في عيون المستثمرين ويستقطبوا استثمارات بملايين من الدولارات. كتير منهم سمعنا قصص نجاحهم، ولكن ما بنبقاش فاهمين التفاصيل. ازاي قدر ينتقل من نقطة واي لنقطة اكس؟ ما بتبقاش عارف، بس انت بتشوفه اتحرك وقدر ياخد فند باستثمارات مليون، 2، 3، 10، 20 مليون دولار، الى ان يحقق الاستقرار المالي للشركة، ويحقق الاستقرار الإنتاجي للشركة، ويحقق الحلم اللي هو بيسعى ليه من بداية البيزنس بتاعه. النهارده بقى أنا هاخدكم في رحلة دايفنج جوه التفاصيل. لو أنت عندك مشروع ناجح، لو أنت عندك فكرة ناجحة، إزاي تقدر تحققها؟ معايا ومعاكم النهارده الجميل سيادة المستشار أحمد منصور، واحد من أقوى المستشارين الماليين في مصر. ازيك يا أحمد؟ ازيك يا غريب، عامل عامل ايه؟ ايه؟ اخبارك تمام. ايه؟ انت منورني النهارده. ربنا يخليك. حقيقي يا احمد انت من الشباب الطفره، ومن الشباب القويه جدا جدا كمستشارين ماليين في مصر، وكان ليك ادوار كتير في شركات كتير جدا. خلاص هم بقوا يونيكورنز او يعني ملياريين زي ما بنقول يعني. ولكن النهارده انت بتحاول تساعدنا ازاي نفهم السيركل دي، ازاي نعمل السيركل دي، ازاي لو شاب بيسمعنا عنده بيزنس موديل ناجح وبيحقق حجم مكاسب معين، يروح امتى، يروح ازاي، يروح يعمل ايه. احمد انت منورني. ميرسي. آه، كالعاده انا ببدا سؤال للجمهور. عرفني بنفسك. انا اسمي احمد منصور، بشتغل بزنس كونسلتنت. ابتديت شغل في 2009 مع الورلد بانك، البيك بابليك انفورميشن سنتر التابع للورلد بانك. كنا بنشتغل على بروجكت مينلي فكرته ازاي نميتيجيت الجاب بين الاديوكيشنال اوتبوتس والماركت نيد. سوق العمل محتاج ايه والجامعات في مصر بتطلع ايه. كانت مينلي سيت اوف ورك شوبس بتأهل الناس انها تنزل ماركت. لسه ما كانش فكر انك تعمل انتربرنيور او حاضنه اعمال لسه منور قدامنا قوي كده. احنا كنا بنفكر ازاي نساعد بعض وخلاص. اكتشفت ان احنا يعني دي انت كنت بتتعاون مع بنك مع البنك الدولي عشان تشوف الانتربرينور محتاجين ايه؟ ما كانوش بالنسبه لنا انتربرنيور، كانوا زمايلنا اصحابنا في الجامعه، الناس اللي اصلا بقى بتدرس معانا. بس كنا بنشتغل مثلا، انا كنت في هندسه، فلاقي حد عنده افكار حلوه، يعني عنده فكره كويسه، الفكره دي يمكن محتاجه فند، محتاجه حد يسنده، محتاجه حد يقدمه. هو عنده البيز، عنده البذره، بس ما عندوش الفريم اللي حوالين البذره. واكشلي اكتشفت بعد كده ان الفريم هو اللي ممكن يظهر الصوره وهو اللي ممكن يدمرها. طبعا. وبالتالي ابتدينا نفهم ونفكر ان انت كانسان ممكن تبقى انفستمنت، انت كبني ادم ممكن تبقى استثمار. عشان كده انا حتى دايما لما كنت بدرس في الجامعه كنت بقول للناس الفتره من 20 لغايه 35 سنه دونت سيف ماني، ما تحوش اي فلوس. اغلى استثمار تملكه هو نفسك. كل كويس، اتمرن كويس، البس كويس، اتعلم كويس، استثمر كل جنيه يدخل لك في ازاي انت تقدر تجنريت فلوس اكتر. لو احنا افترضنا ان انت شاب مصري نبغى اشتغلت ب50,000 جنيه في شهر، في السنة دول 600,000 جنيه، لو ما صرفتش منهم ولا جنيه انت محتاج 70 سنة عشان تركب رولز رويس. انت عمرك ما هتروح استنى بس، استنى حلو قوي الاكزامبل ده. يعني انت فعلا، يعني الاكزامبل اللي ضربته فعلا حقيقي. يعني يس، انت النهارده لو حلمك ان انت تفاينانشال فري او تركب بقى عربيات او تسكن في بالظبط. بيت ده الاحلام، مش هيجي بالسيفنج. لو انت بتاخد مرتب 60,000 50,000 جنيه في جنيه في الشهر الشهر، مش فانت هتوصل مش هتوصل برضه. للرقم ده. فانت محتاج تبقى انتربرينور بجد وتجتذب استثمارات. بس يعني ايه انتربرنيور؟ انتربرنيور يعني انت عندك فكرة جديدة، ودي اهم نقطة لازم نأكد عليها. على فكرة، مشكلة كبيرة بتواجه الانفسترز في مصر ان الافكار ريبيتد.
ان الافكار متكرره. هو بيحس ان احنا عندنا نوع من انواع المونكي ايكونومي، يعني بروجكت نجح كل الناس بتقلده، بزنس موديل نجح كل الناس بتقلده، فبتكون النتيجه انها اثرت على البيزنس موديل الاصيل ووقعته ووقعت الاندستري. مونكي سي مونكي دو. يس. الفكره كلها في ايه؟ كل العالم بيلجأ لرياده الاعمال. طب خليني اقول لك حاجه اجمل. دوله زي سويسرا 40% من الانكم بتاعها جاي من الانتربرينورز. يعني في دول زي سويسرا وهولندا قايمه على رياده الاعمال، قايمه على الانتربرينورز، بس ما حدش بيقدم فكره شبه التانيه. افكار كلها مختلفه، ومهما كانت الفكره مختلفه لو اللي بيشتغل عليها مقتنع بيها الناس هتصدقه والناس هتدعمه. يعني خلينا اديك اكزامبل بسيط. من 5 سنين جالي حد ده كانت بنت، كان عندها اكشلي 23 سنه، كانت عايزه تعمل بزنس، كانت عايزه تعمل حاجه مختلفه. قعدنا نتناقش نفكر، انا مش شايف فيها اي حاجه بوتنشال لاي حاجه. تمام. فهي صحراء. صحراء. فهي ابتدت تحس ان انا مش شايف فيها حاجه، فابتدت تتوتر، فابتدت بقى تقعد تعمل لي كده. فلقيتها لابسه شراب مميز جدا. قلت لها الشراب ده انت جبتيه منين؟ قالت لي انا اللي عاملاه. هو ده البيزنس اللي انت هتشتغلي عليه. دلوقتي هي مكسره الدنيا في الامارات. اه تمام. اه الفكره اللي انت بتحبها، اه اي حد بيعمل حاجه بيحبها هينجح فيها. يبقى انتربرينور فيها. بالظبط كده. واحنا عندنا حد ميوتشوال احنا الاثنين عارفينه، شعبان. امم تمام. اي حد بيعمل حاجه بيحبها، اي حد بيعمل حاجه مقتنع بيها بينجح. بص، الانفستر مش بيجي لك مستني منك ارباح، ولا مستني منك ان انت اشطر حد في الدنيا، ولا مستني منك ان انت عندك بيزنس موديل واو، ولا كاش بروجيكشن عبقري. هو بيدور على بني ادم عنده باشن، عنده حماس، واهم من ده كله ديديكيتد. هو انتحاري، هو هيفجر نفسه في البروجكت ده لغايه ما ينجح. على رأيك في ظهر البحر. في ظهره البحر، زي طارق بن زياد. العدو من امامكم والبحر من خلفكم. فخلاص. الانفستور عايز حد كده. حتى لو تلاحظ في شارك تانك، كنت تعرف ناس كتير من شارك تانك، ناس كتير راحت شارك تانك. اول سؤال بيساله الانفستور ايه؟ انت متفرغ؟ فول تايم انت فول ولا تايم ولا بارت تايم؟ انا مش همول حد بارت تايم، انا بحط معاك فلوس عشان اشوف انا وانت بالفلوس دي هنروح فين. فلازم كل دماغك تبقى ملك للبروجكت، كل وقتك يبقى في قلب البروجكت. ليه؟ لان انا بستثمر جزء من اموالي، انت بتستثمر كل حياتك. ده التأمين الوحيد اللي بياخده الانفستر لما بيدخل ينفست انتربرينور، ان انت بتستثمر حياتك. انت هنا حطيت نقطة مفصلية. يعني انا مش شرط اكون عامل بيزنس موديل بيكسب. يعني انا ليتس ايه، بصنع هوديز، بصنع ماجنتيك برودكت، بصنع اكس واي زد، عملت فلوس، عملت مثلا ريتيرن اون انفستمنت مثلا في السنه 50%، 100%، 200%. ما يعنيش المستثمر التفاصيل دي خالص، ولا مش تفرق له في مهتم. اي حاجه. ليه؟ لان انت ممكن تبقى بابل، تطير وتنزل. انا بدور على حاجه فيها سستينابيلتي، فيها استدامه، ان البيزنس موديل ده النهارده ممكن يعمل كده، وبكره كده، وبكره كده، وبكره كده. لو انت ما عندكش الفيجن دي طالعه فايبس من جسمك، انا مش همولك مهما كنت بتكسب. لان اوريدي انا بعرف اكسب هو اكتر مش منك. بيبص على الارقام، بيبص على جزء من الارقام. يعني خليني اقول لك حاجه، اه في ارقام مهمه جدا بالنسبه للانفستر. اول رقم فيها سرعه دوران الفلوس. يعني ايه؟ انا ما يفرقش معايا قوي انك بتكسب 300%، بس يفرق معايا انك تكون بتقلب فلوسك في السنه 20 مره. يعني ايه؟ انا دلوقتي حطيت معاك مليون جنيه، هتدخله في بزنس يرجع اخر السنه 3 مليون جنيه. حلو؟ لا مش حلو، لان في 1000 حاجه ممكن تجرى خلال السنه. طب انا هدور معاك مليون جنيه، هيرجع بعد اسبوعين مليون و200، ندخل مليون و200، يرجعوا بعد اسبوعين تانيين مليون 460. I love it. لان اي حاجه هتجرى هيبقى سهل تداركها. انا يهمني الكاش كونفرجن سايكل او دوره راس المال اكتر ما يهمني العائد الاستثماري. انا مش عايز اكسب كتير قوي في بيريد طويله، انا عايز اكسب شويه صغيرين في بيريد صغيره. فيبقى الاستثمار مور سيف. اللي هو المستثمر هنا مش بيدور، هو في الاخر حاطط احتمال انه ممكن بكره تحصل كارثه فيضطر يسحب منك فلوسه. زي الكورونا.
زي كورونا، زي اي حاجه. حرب، ايا كانت قانون القصه. جديد نزل في البيزنس، وقف تحويل العمله بالدولار، وقف اي حاجه، خلاص I have to go. ما مم. ينفعش تبقى فلوسي solid. طب اقول لك حاجه، من اشرس اللعب اللي بتتعمل في الفاينانس عشان نستحوذ على شركه او ندمرها ايه؟ ان احنا نجمد مواردها، خليها ما عندها سيوله. ساعتها هتبقى مضطره تعمل اي حاجه عشان تاخد الكاش. دي اول سلمه في الاستحواذ. شركه زي توشيبا جمدوا مواردها، اتباعت توشيبا بكل الاصول بتاعتها بمليار دولار. اكشلي توشيبا ثمنها دلوقتي يعدي تريليون، اتباعت بمليار لمجرد بس انهم دخلوها في انفستمنتس طويله. مم. الكاش كونفرجن سايكل بتاعتها قلت. طويله، مم. فالليكويديتي قلت. طب انا عايز ادفع تاكس، عايز ادفع مرتبات، عايز ادفع رنتل، عايز اعمل حياه البيزنس اللي هي ماركتنج ام بروباجندا. بيل مم. جيتس لما سالوه لو فضل معاك دولار هتعمل بيه ايه؟ قال لهم بنصه هانفست وبنصه هعمل ماركتنج. الماركتنج والبروباجندا حياه الانفستور. استنى. شباب كتير جدا بتبص للسوق على انه منافسه. فانا يهمني جدا اني اعمل برودكت مختلف، اني اعمل بوم اب في ارقامي وفي مبيعاتي. طب انا النهارده لو عايز اكتسب رؤوس اموال، فانا اتعلمت رقم واحد ان مش how much I earn ده How اللي fast. مهم، لكن how fast I earn ده اللي مهم. ده اللي مهم. ده رقم واحد. مهم. رقم 2 الماركتينج. انت بتبيع نفسك ازاي؟ واظني في الاكسبريشن بس هو اكشلي كده. لا هي كده. انت بتبيع طبعا نفسك ازاي؟ people buy from people they like. يس. بص، البني ادمين دلوقتي بقى ليها بورصه زيها زي السلع. لينكد ان بورصه، جوبزيلا بورصه، اكشلي انستجرام وفيسبوك بقى بورصه، لانك بتقدم نفسك، صح. بتبيع نفسك، صح. تطلع لايف. الناس بتصدق الحد اللي مصدق نفسه. لو انت ما صدقتش نفسك محدش هيصدقك. طبعا. فالماركتنج والبروباجندا جزء كبير جدا من نجاح الانتربرنيور. وعايز اقول لك حاجه، انا بشتغل كونسلتنت لشركه انتربرنيور دلوقتي. سمبلكس اكشلي احنا بنوجه، في الاول كنا بنوجه اكتر من 40% للماركتنج. النسبه بتقل مع يعني الوقت. للي مش عارفين، سمبلكس واحده من اكبر واهم الشركات في صناعه مكن السي ان سي في مصر اكشلي والوطن العربي. اكشلي كل حاجه في الروم هنا معموله من سمبلكس، من الماشينز بتاعت سمبلكس، الخشب، اسمعوا بقى الرخام، من اصحابها. الميتلز، كل حاجه هنا معموله بالمكن بتاع سمبلكس. سمبلكس لايسنس نمبر 1 and the only license for CNC machines production. هي الشركه الوحيده الحائزه على رخصه تصنيع مكن السي ان سي، مكن السي ان سي في مصر في والوطن العربي. والوطن العربي. ومش مفيش تاني، مفيش حد تاني. هي الشركه الوحيده يس. واخر راوند انفستمنت هي خدت ريجارد رقم كبير جدا، مئات الملايين من مش هينفع نقول. يعني وكان لينا دور. يس. وعايز اقول لك حاجه، اخر راوند انفستمنت كانت جوفرنمنتال راوند. كانت الحكومه طلبت ان احنا نوطن الصناعه في بلدها. الحكومه السعوديه طلبت ان هي توطين صناعه مكن السي ان سي، تخش باستثمارات عشان تعملوا الصناعه دي عندهم بالظبط في السعوديه. يس. طبعا هنا ما كناش بنتكلم خالص عن انا بكسب كام وبخسر خالص. كام انت تقدر تعمل ايه، انت مين. بص في حاجه ثواني بس. انت هنا بتتكلم عن الشخص. يس. عن صفات الشخص، البيرسون. بص، اي حد بيتعامل مع اي حد في الدنيا، احنا كلنا دلوقتي بقينا بنسلف بعض بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره. انت لما بتشتري اي حاجه بالكريدت كارد انت بتستلف، ولما بتبيع حاجه بالاجل انت بتستلف. اكشلي انا لو برنت استوديو وبدفع ايجاره مانثلي باي ذا اند اوف ذا مانث، ده كريدت، ده اجل. فكل حاجه في الدنيا بقت كريدت. في حاجه اسمها الكريدت ستادي او الدراسه الائتمانيه. انا لازم ادرس المؤسسه او الفرد اللي انا بتعامل معاه عشان اشوف عنده حاجه اسمها كريدت وارثنس ولا لا، عنده جداره ائتمانيه ولا لا. بيقولوا عليها ال5 سي ستادي. اول سي فيها الناس كانت متخيله انها الكابيتال. يعني ايه الكابيتال؟ انا عندي فلوس قد ايه، انا عندي بالراحه بس عشان احنا يعني نفهم مع بعض. يعني انا النهارده عشان ابوت ماي تراست كانفستر او كشركه حتى او كمقرض، الشخص ما هيمنح حد جزء من الاموال عشان
يبروسس حياته يس في البيزنس. يس فاحنا عندنا 5C يس كريدت ستادي. study يس زي ال5 B's كده في في الماركتنج. الماركتنج. يس 5C. ال5 سي دي كانت اه اول سي فيها الكابيتال. انت تملك اصول مثلا قد ايه؟ اكشلي انت لو مشيت في الشوارع هتلاقي ارض ملك بنك مصر، ارض ملك البنك الاهلي، ارض ملك بنك القاهره. طب الارض دي ما بيبيعوهاش ليه؟ دي اصول كان متاخد بضمانها قروض، الناس تعثرت فالبنك اخذ الكابيتال. طب بيعه؟ لا ما اقدرش ابيعه، انا لو بعته ممكن اللي يجي بعدي يقول ان انا عملت بنفيت من ان انا بعته، لا سيبه واقف. فالبنوك قالت لك وانا هعمل ايه من ان انا عمال الم اصول؟ ما هو خلي بالك في فرق كبير بين ان بنك يمولك وبين ان انفستور يمولك. البنك بيمولك هو جهه للفاينانس، الانفستور بيمولك هو سكسس بارتنر، هو على شريك المكسب نجاح والخساره. على المكسب والخساره، ومش من مصلحته انه تخسر فبيساعدك، يفتح لك ماركت، بيكبرك، بيظهرك. يمدك يس بكورسز، يمدك يمدك بكل بامبلويز، حاجه يمدك بكل الريسورسز اللي اللي انت انت محتاجها. محتاجها. فقال لك لا، خرج بقى الكابيتال ده خليه اخر سي من الفايف سيز، وخلي اول سي الكاركتر. الشخص اللي قدامي ده عامل ازاي؟ اول حاجه بالنسبه لي بام. يس اول حاجه بالنسبه لي تخليني ما اتعاملش معاك لو لقيتك وان مان شو. يعني ايه؟ احنا دلوقتي طالعين نعرض شارك تانك. طب عايزين نتكلم في الفاينانس. انا في الفاينانس بقى بعمل 1 2 3. طب الديزاين انا بقى لما بصمم بعمل 1 2 3. طب مش انا لما بقفلها بعمل 1؟ مفيش الكلام ده. لا هو شفت الاطفال الصغيرين السن 10 سنين 11 سنه اللي كانوا عاملين بروجكت، واحد فيهم سي اف او، واحد فيهم ماسك ماركتنج. هو ده الانفستور عايزه. الانفستور عايز يحس ان الشركه في تيم. الشركه مش قايمه على بني ادم. ليه؟ طيب انت تعبت مات مت، فلوسي راحت فين؟ انا مش بنك. صح. ده حتى البنك لما بيلاقيك وان مان شو بيعمل ايه؟ بيطلب تامين وبيطلب كفاله شخصيه. يقول لك خلي حد يضمنك. ليه؟ انا مش ضامنك، والديون بتسقط بالوفاء في كل القانون، مش في مصر بس، الدين يسقط بالوفاء. فعشان كده اهم حاجه في الانتربرنير الكاركتر. طب انا عايز ايه في الكاركتر؟ عايز اول حاجه اكتبوا الكلام ده بفلوس والله. اكتبوا ورانا. احس انه عنده نوليدج، احس انه فاهم هو بيعمل ايه. تاني حاجه احس ان هو ديديكيتد ومفضي نفسه وقاتل نفسه على الجوب دي. تالت حاجه لازم اشوف الباشن طالع من جسمه، لازم اشوف الفايبس بتاعته خارجه منه، لازم اصدق ان الشخص ده يقدر يحقق حاجه. 4 لازم يكون واثق في نفسه to the hell. to the hell. هتلر لغايه ما انتحر كان بيقنع كل اللي حواليه انه هينتصر في الحرب. السيلف كونفيدنس اهم حاجه في الكاركتر. عارف انا درست دبلومه في علم النفس في امريكا في 2009. اكتشفنا ان الفيرز مكون من 7 أو 10 درجات. خلينا نقول الخوف 10 مكون درجات. من 10 درجات. الخوف من الموت، الخوف جريد 7. يعني الناس بتخاف من 6 حاجات تانية غير الموت. غير الموت. اقوى من الموت. نمبر 2 الخوف من البابليك سبيكينج او البرزنتيشن. يعني فكره انك تقف قدام الانفستور وانت عندك سيلف كونفيدنس، انت كده بتقول له انك ما بتخافش في الدنيا غير من حاجه واحده. معلش انت بتدرس في الجامعه، فانت دكتور صح؟ كنت. فانت دكتور ودارس علم نفس، فالبابليك سبيكينج رقم 2 في الخوف في الكاتيجوري. يس بالظبط. اي حد بابليك سبيكر انت بتقول للناس انا ما بخافش غير من حاجه واحده في الدنيا، اللي هي الابر هاند او اليد العليا، اللي هي بقى ربنا، ايمانك بربنا وهكذا. الله يا احمد، الله على المعنى ده. الله. يعني لو صنفنا الخوف 10 فرقم 1 هو الذات العليا. الذات العليا. انت مؤمن بربنا، مؤمن بس ايمان حقيقي. فهو ده اول حاجه انت بتخاف منها. يس. بعد كده ده حقيقي جدا. رقم 2 البابليك سبيكينج على طول. يس. اللي هي البرزنتيشن سكيلز. رقم 3 ايه بقى؟ تخيل. fear from change. عشان كده اول سؤال بيتسأل في اي انفستمنت الخوف من التغيير. ده رقم 3. انت سبت شغلك ولا بتعمل الانفستمنت ده بار تايم؟ انت خايف من التغيير ولا مش خايف؟ ما بتخافش من التغيير وما بتخافش تتكلم، واقف قدامي جامد وعندك فيجن، والاهم من الفيجن الميشن، عندك طريق. تستاهل. هزق معاك. ليه؟ اقول لك بقى بالبلدي من الاخر كده، الانفستمنت عامل زي تربيه الطيور. انا بطلع 100 كتكوت عشان يعيش منهم 4. ال4 لما يكبروا يغطوا الكوست اللي صرفتها على 10,000 كتكوت مش 100. يعني من الاخر الانفستور لما بيدخل ينفست في 10 هو عارف ان ال10 مش هينجح. معلش يا احمد كلامك مهم قوي،
بجد كلامك مهم. حاول بالراحة لأن كم المعلومات اللي بتيجي كبير، فأنا باحاول أبسّط وأسامبل الأمور. النهارده هو ضرب مثل أحمد عن الinvestor الmentality بتاعته أو فكره وهو بيستثمر. يس لو استثمر في 10 كتاكيت هو مش فارق معاه 6 يموتوا ولا 7 ولا 8 ولا 8. ولا 8 هقول لك يعني الأحلى هو ولا عايز 9 2 ولا هو عايز 9، 1. هو عايز واحد من ال10 يعيشوا. طب أقول لك حاجة، آه، في انفستور في أحد الشركات اللي أنا كونسلتنت ليها بدون ذكر أسماء، شركة مش هقول، حط $10,000 آه، من 10 سنين. آه، ال $10,000 دول الأكتشوال ايفالويشن بتاعهم النهارده $3 مليون. طب لو هو حط 10,000 دولار مع 9 غيرنا، هو خسر $90,000، بس بس كسب 3 10 مليون جابوا له دولار. كام؟ 3 مليون. 3 مليون. هو ده فكر الانفستور، هو ريسك تيكر، هو امريكان شوتنج سكول مش بريتش شوتنج سكول. طلقه خرطوش مش طلقه سنايبر، خرطوشه بيطلع منها بلي كتير قوي، اي طلقه تيجي في الحمامه توقع. هو ده فكر الانفستور، بس هو ما بياخدش اي حد، هو بياخد 10 بوتنشال. فعشان كده بيدوّر على الشخصية. بالظبط، الشخص اللي الناس تصدقه، الشخص القوي، الشخص الديديكيتد اللي ما بيخافش من انه يغير، اللي ما بيخافش من انه يفشل ويقوم ويقع. يهمني أوي أعرف ال أنا نفسي م. طول الوقت I'm trying to face my fears عشان أتغلب عليها، باحاول أواجه مخاوفي في جميع جوانب الحياة عشان أحاول أتغلب عليها. م. أنت ذكرت 3: م. الخوف من الإله أو من الذات العليا، الذات العُليا، الخوف من التحدث مع الجمهور، انك تتكلم الجمهور. قدام الناس. تالت حاجة هي الخوف من التغيير يس أو الchanging games أو يس how to be flexible. يس دي with the الميزة change. أو يس الopportunity. إيه تاني مثلًا يا أحمد؟ الفشل، يعني انا فلست 3 مرات. إمم. اول مره في أنت 2012، بتتكلم عن نفسك. يس، وتاني مره في 2014، وتالت مره في 2015. سبت البلد كلها، رحت السعوديه، بعد كده رجعت تاني في 2016. I started my company. دلوقتي انا عندي clients في مصر، في الامارات، في السعوديه، في عمان، في يعني كل حته أنت في الدنيا. جامد، أنت يس جامد أوي مش دلوقتي قوي ما شاء ما... الله يعني. طب اقول لك حاجه، انا اول حد اذيته في حياتي بافكاري كان حد قريبي، كان جوز عمتي. آه. هو بزنس مان تقيل جدا في كندا، فجه مصر سنه 2008. حلو. هنعمل بزنس، قال لي اوكي اي ويل انفست $1 مليون. انا فاكر اليوم ده كويس جدا، كنت انا في ثالثه هندسه. إمم. رحنا البنك الاهلي، عملنا ديبوزيت $1 مليون، اخد 5.5 مليون جنيه. إمم. اشتغلنا في بزنس حلو قوي اللي هو الباكجينج، بنجيب خضار بقى ونجففه ونصدره ايطاليا واسبانيا ومكسرين الدنيا. في 10 سنين من 2008 ل 2018 الفلوس اتضاعفت 3 مرات، بقى معاه 150 مليون جنيه. جاي يرجعهم دولار عشان يرجع كندا، ما عارف. ده طلعوا 9. خسر 10% من فلوسه. هو كسب 3 اضعاف، بس الانفليشن اللي جرى ضيع له كل اللي هو عمله. انت ودي مدرك مشكلة كلنا وقعنا فيها. طب لما وقعت في المشكله دي كان قدامي اوبشن من 2، يا اما اقول ان انا الكار ده مش كاري، يا اما اشوف انا وقعت ليه. فاكتشفت ان انا وقعت لان انا في الفاينانس في حاجه اسمها الهيدجنج او التحوط. طلع في حاجه اسمها فورورد ديريفاتيف. يعني ايه فورورد ديريفاتيف او اف اكس ديريفاتيف؟ مشتقات ماليه. انا ممكن لو انا مستثمر بستثمر اثبت سعر العمله وقت ما ابتديت استثماري، فلما اجي كمان 7 سنين 8 أسحب سنين 9 سنين الاستثمارات دي. اسحبه بنفس سعر العمله. فهو نوع من انواع وثائق التامين. فاكتشفت ان النولج لو كانت عندي ما كنتش غلطت الغلطه دي. فاهم، يعني في طرق، مفيش مشكله ملهاش حل. في طرق يس تلف وتحل بيها المشاكل اللي مش في ايدك، بالظبط، لو انت عارف طريقه. بس انت ما عندكش العلم. بتتعلم ازاي انا بقى؟ النهارده اول مره اسمع الديريفاتيفز، المشتقات الماليه. المصطلح ده. وانا في 2016 كنت اول مره اسمع عنها. اه كنت اول مره اسمع، يعني لما الراجل جاله لعلمك انهيار. هقول لك على حاجه، يعني بدون الدخول في تفاصيل كتير، يعني البيزنس فاميلي بتاعنا حاليا ليه علاقه بالباكجينج يس بتاع الخضار والفاكهه اللي بيتصدر. وفي نوع من انواع الاستحواذ بيحصل دلوقتي وبتاع. انا يعني طب انا ادور على المعلومات دي فين؟ يعني انا كراجل مثلا مش عارف يعني. ما هو للاسف المعلومات دي ما بتجيش غير بالهارد واي.
ان انت تتاذي هتقرص. تتقرص. انا لما اتقرصت في 2016 اكشلي مش 18 في 2016 اتعلمت عرفت ان انا المفروض ادرس فاينانس، المفروض افهم ان في فاينانشال تولز. المشكله بقى في ايه؟ ان انت في بعض الانتربرنير لما تبدا تكلمه في الفاينانشال تولز دي يقول لك لا انا ممكن اعمل الهيدجنج او التامين ده وما يجراش حاجه وما تحصلش مشكله بقى انا خسرت فلوس تامين. قلت له دلوقتي لو انت عندك عربيه مرسيدس مثلا وامنت عليها ب 70,000 جنيه واخر السنه ما عملتش حادثه بتزعل؟ لا هي نفس الفكره. انت ما تبصش انك خسرت 70,000 جنيه او 50,000 جنيه، بص انك امنت 4 مليون جنيه. خامس نقطه لازم يخلي بالها منها كل انتربرينير، ان لازم يامن، لازم يبقى عنده بلان بي. خلي بالك كل الانتربرينير، كل اللي انا شفتهم في حياتي كلها كبار وصغيرين، ابتدى حياته عايز يكبر 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 وناسي خالص انه يعمل ستراكشر، انه يعمل هيكل، انه يعمل بزنس موديل، انه يعمل ليجل موديل. فبيحصل لهم مشاكل كبيره جدا بعد كده، مشاكل مع الضرايب، مشاكل مع الامبلويز، مشاكل مع مكاتب العمل، مشاكل كتير بتبدا تطلع بعد ما يبقى ويلثي، بعد ما يبقى ينفع يتاخد منه فلوس. ما هو انت طول ما انت ما فيكش حاجه تتاكل ما عادش بيجيلك. ما انت مش ما انت ظاهر، مش ظاهر ومعكش مش في حاجه. الملعب هاجي يعني. لك اعمل بيك ايه؟ تكسب جنيه خده صارف جنيه كسبت بالظبط. 2 تمام، انما تمام. صارف جنيه كسبت 200. ابدا ادور وراك بقى من زمان بقى. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه بقى من الاول؟ مم. امتى الانتربرنور مم. في المستوى او في الليفل البيزك، اها اللي هو انتربرنور جات له فكره، عمل somehow حاجه فجديده فنجحت فطرقعت طلع ترند، امتى يبدا يجسد بقى البيزنس بتاعه ويبدا يجيب له مستشار مالي، وامتى يبدا يدور على الاخرام اللي تتسد دي، يعني المشاكل اللي جاي له؟ امتى يفكر في ده؟ اول ما يبدا ينسى. بام. اول ما يبدا يحس انه مش فاكر هو عمل ده ولا ما عملوش، هو خرج الفلوس دي ولا ما خرجهاش، الفلوس دي دخلت ولا ما دخلتش. انت كده كبرت للمرحله اللي بتقول ان انت خلاص محتاج يبقى عندك فريم، محتاج يبقى عندك موديل. وفي اللحظه دي اول حاجه لازم يعملها governance. take your money to the bank, put your cash flow in the bank. على فكره كل الانفستور دلوقتي ما بقاش بيبص على بادجت ولا ترايل بالانس ولا بيبص على انكم ستيتمنت ولا اي قائمه ماليه، يقول لك هات لي الكاش فلو، وريني الفلوس وهي داخله، وريني الفلوس وهي خارجه. never use cash. اوعى تستخدم الكاش. دي اهم نصيحه دلوقتي ممكن اقولها لاي انتربرنير في البيزنس. تاني فهمني. ما تستخدمش الكاش. يعني ايه؟ انا ممكن امولك كانفستر لحد 10 اضعاف راس مالك. يعني لو انت اظهرت لي بالكاش فلو بتاع البنك ان انت بتعمل اوبريشن بمليون، اديك 10. اوبريشن مش ارباح. مش مهم ارباح، المهم فلوس تدخل وتخرج. عندك سبلاير وعندك كاستمر، عندك موردين وعندك عملاء، وانت بتتعامل ببزنس بجد. ساعتها البنك يمولك والانفستر يمولك والانفستر يحبك ويدعمك. ليه؟ بص الانفستر في الاول وفي الاخر هو ماني تريدر، هو تاجر فلوس اموال، رؤوس اموال، تاجر رؤوس اموال، هو بيتاجر في الفلوس. اهم حاجه بالنسبه له ايه؟ انه يبقى شايف تجارته قدام عينيه. لو انت امنتني ان انت الاوبريشن بتاعتك ما بتستخدمش فيها الكاش، انا تمام. انا لما بامن على مليار جنيه معاملات في البنك بامن عليهم ب5000 جنيه، لما بامن على مليون جنيه مناديب بتحصلهم في الشارع بامن عليهم ب40,000 جنيه. الكاش تامينه صعب. روح للبنك، خلي فلوسك داخله للبنك وخارجه من البنك عشان نشوف ده يعني البنك هنا بيقوم بدور المحاسب. بالظبط. انت شايف انت اعمل حركات داينه قد ايه، عامل حركات مدينه قد ايه، مجمل حجم اعمالك قد ايه. الناس ما بتدركش ده غير لما تيجي مسافر. يعني انا ليا حد ايوه ساعه الفيزا بالظبط، موظف عندي في الشركه، قلت له روح اعمل كشف حساب من البنك. هو طالع معايا بروجكت، انا عندي كونسلتيشن بروجكت في تركيا. ده اول بروجكت ليا في اوروبا. اكشلي اعمل كونسلتيشن جوه اوروبا. يعني انا اشتغلت كونسلتيشن لشركات امريكيه واوروبيه في مصر وفي السعوديه وفي عمان، بس دي اول مره اروح اشتغل في اوروبا نفسها. فاخد معايا حد من الاسيستنتس بتوعي، الناس اللي درست معايا واشتغلت معايا، فقال لي هعمل، انا باخد 20,000 جنيه في الشهر، اعمل كشف حساب هيطلع بكام في 6 شهور؟ طلع ب 700,000 جنيه. قال لي ازاي؟ قلت له يا حبيبي ما هو البنك ما بيقيس انت عامل مرتبك دخل لك كام، ده بيقيس كل الاوبريشن، حركت اودعت اشتريت بالفيزا،
دخلت فلوس، اشتريت فلوس، رحت السينما، عملت اي حاجه، كل دي بتتجمع في حاجه اسمها اكشن وترانزاكشن. اكشن وترانزاكشن. فممكن تلاقي نفسك لو مرتبك 20000 جنيه كشف حسابك 6 شهور 700000 جنيه من الحركات اللي انت بتعملها. طب خلينا نرجع تاني، لان دي معلومه مهمه جدا برضو، وانا يعني انا عمال اسمع معلومات جديده كتير اول مره اسمعها. الفايف سيز. فانت قلت اول سي كانت الكابيتال، بعدين احنا حركناها بقت اخر سي، فمش فارقه دلوقتي، انما بقت اول سي الكاركتر اللي بيبص عليها الانفستور قبل ما ياخد الريسبونسبيلتي انه يسبورت البيزنس ده او انه ينفست في البيزنس ده. تاني سي الاذر كريديتورز. يعني ايه؟ احنا زمان لما كنا بنشترك في فاليو او اي حاجه تقسيط مش كنت تروح تملى ابلكيشن كده. دلوقتي ايه؟ قالك نزل ابلكيشن على الموبايل، دخل الداتا، واحنا في خلال ساعتين كده هنقول لك انت تاخد كام. ازاي؟ بيدخل جوه موبايلك. طب انت منزل تسهيل، منزل سهوله، منزل فرصه، انت موجود عندهم، من داخل فاتح الاي سكور، مقسط مع شركه تانية، بتدفع قسطك في ميعادها ولا لا. في رسائل جايه لك على الموبايل من شركات بتاعه التحصيل بتقول لك تعالى ادفع القسط انت ما دفعتش ولا لا. ايه ده يس ايه ده. تاني سي ان انا اشوف الناس التانية اللي انت اتعاملت معاها لما خدت منها فلوس كسبتها ولا ما كسبتهاش، لما اشتريت من موردين اديتها فلوسها ولا ما اديتهاش. ده بيحصل على الارض. اسمه ايه الابلكيشن ده؟ اي ابلكيشن تقسيط دلوقتي، ما هو ده الاي اي انتجريشن، ده الارتفيشال انتليجنت انتجريشن. يعني الانفستور. طب اقول لك حاجه احلى، مش فاهم. لو انت مسجل ارقام الناس على موبايلك بالانجلش يديك كريدت وورثنس اعلى ما انت مسجلها بالعربي. لو انت عنوانك في البطاقه في مكان شيك يديك كريدت وورثنس اعلى من المكان اللي مش شيك. انا لو لا فهمني، لا بالراحه تاني من الاول خالص. اول سي الكاركتر، انت عامل ازاي. تاني سي الاذر كريديتورز، الناس اللي بتديك فلوس. بالظبط. هم بيفهموا منين؟ يعني بيعرفوها منين دي؟ من الاي سكور. يعني بيتشيك على الاي سكور. دي اول جزء. تاني جزء الاي اي. انت دلوقتي لما بتيجي تعمل اكاونت على الواتساب مش بتلاقي حاجات كتير كده لازم تدوس على اجري. التيرمز اند كونديشن دي فيها انه من حقه يدخل جوه الشات وياخد اي انفورميشن تساعد في انه الناس تفهمك اكتر. تنترارارن. بالظبط كده. بجد والله. طب ده اتعمل ليه؟ حصلت ازمه في امريكا وقت الانتخابات، لما الحدوته اللي انت عارفها بتاعه التلاعب بالفيسبوك في الناس. فبداوا يعملوا قانون اسمه GDPR General Data Protection Regulations، قانون حمايه الملكيه المعلوماتيه للافراد. وصدر قانون قلب الدنيا في الكونجرس، وبناء عليه ما بقاش ينفع ادخل جوه اكونتك في الفيسبوك. فهتلاقي الاكونتات كلها في 2017 و2018 و2019 بدات تقفل وتفتح. في الفتحه دي كان بيطلب منك انك توافق على الترمز الجديده، انك تديسكليم حقك في GDPR. طب اقول لك حاجه اسهل، تعال نتكلم انا وانت ان احنا عايزين نصيف السنه دي في بلطيم لمده 30 ثانيه. افتح موبايلك هتلاقي اعلانات للسفر لبلطيم. جرب. ماشي. يعني احنا عارفين ان احنا اي ابلكيشن بننزله بتقعد تدوس اوكي دي تيرمز اند كونديشن. اوكي دي بقى فيها جزء للكريدت ستادي، فيها جزء بيخدم الكريدت ستادي. يعني انت مش بتقول له اوكي انه يستخدم الكاميرا، الموضوع مش سيمبل از ات. استخدم الكاميرا، استخدم المايك، استخدم الانفورميشن، استخدم الكوكيز، استخدم الكلام ده. لا، ده انت استخدم معلومات تقدر تفهم منها وضعي المالي علشان تفيد المؤسسات اللي معاها رخصه انها تستعلم عنك. ما مش اي حد يقدر يوصل المعلومات دي. انا فاهم ان انت كبير وبتتكلم من بروسبكتيف الشركات اللي بتستثمر بشكل كبير. بس المستثمرين الصغيرين ما عندهمش الابيليتي دي. عندهم بقى حاجه تانية. إيه بقى؟ بيروح لحاجه اسمها CRA، ودي تالت سي، كريدت ريتنج ايجنسي. يروح لايجنسي جامده، كريدت ريتنج ايجنسي، اللي هي مؤسسات التصنيف الائتماني. المؤسسات دي بقى عندها القدره لده. دي مؤسسات دورها ان انا دلوقتي جاي انا احمد انفست مع غريب. انا مش قوي قوي بالطريقه الجامده دي. يعني انا مش مستثمر مش كبير، مهول، ما عنديش امكانيه ان انا اكسس على الموبايل ابلكيشنز كبيره، ولا اي حاجه، ماليش كونتاكس بالفيسبوك بالواتساب خالص. اعمل ايه بقى؟ اروح له بقى اقول له يا كريدت ريتنج ايجنسي يا جامد انت،
اعمل لي ديو ديليجنس ستادي، اعمل لي دراسه انتفاء جهاله، فصصه لي حته حته. بالراحه يا احمد، ها. كلام كبير. فصصه، اعرف لي عنه كل حاجه. تاني، اه احمد النهارده معاه مثلا ليتس سي 100 مليون جنيه، مثلا 200 مليون جنيه، فهانفست في الميديا. وهنا في مصر، بالظبط. وانت كمستثمر هنا في مصر معاك 200 مليون جنيه، شفت في محمد فرصه استثمار، يس. فعايز تستثمر معاه، بس لازم اطمن. فانت عايز تطمن، يس. فهتروح لجهه يس. اسمها كريدت ريتنج ايجنسي. كريدت ريتنج ايجنسي. Agency. دول موجودين في مصر يا احمد؟ طبعا موجودين. حلو. يس. بتروح تقول لهم ايه بقى؟ انا عايز اعرف محمد وضعه المالي ايه. اعمل ازاي، وضعه المالي، وضعه القانوني، وكل حاجه كل حاجه. فبيعملوا حاجه اسمها ديو ديليجنس ستادي، دراسه انتفاء جهاله. بيقعد بقى يدرس كل حاجه في غريب لغايه ما يديله رؤيه كامله لحاجتين، حاجه اسمها كريدت وارثنس وحاجه اسمها كريدت ليميت. يعني غريب يستاهل ولا ما يستاهلش، ولو يستاهل كام. يس. ديجيتالي. للناس اللي مش فاهمين الديجيتال، انتوا متخيلين في شركات بتعمل ايه؟ الناس اللي لسه هارد وركرز بيشتغلوا على الارض، انتوا متخيلين الديجيتال بيعمل ايه؟ بيقيس الناس فاينانشال من خلال تعاملاتهم مع باقي الابلكيشنز بتاعت التقسيط، باقي البنوك، باقي الفاسيلتيز اللي طب اقول لك بيستفيدوا منها. حاجه اصعب، البنوك في مصر ما بتعرفش تعمل كريدت ستادي، فبتستعين بشركات خارجيه. فتلاقي انت لما تقدم على بيرسونال لون مثلا، فبينزل لك استعلام يقول لك انا الاستعلام اللي تبع بنك كذا، بس هو من شركه كريدت ريتنج، هو مش من البنك. البنك قال لك انا ده مجهود كبير عليا قوي ان انا ادرس كل الناس دي. طب البنك مش عارف؟ لا هو مش عايز بصراحه، عشان نبقى بنتكلم بجد. مش عايز. بدليل ان لما كريدت ريتنج ايجنسي تقول للبنك ده تمام، البنك يدخله كريدت عنده يدرسه. بس درس مين؟ الكواليفايد. الانفستور بيعمل نفس الحدوته. وعايز اقول لك حاجه، الانفستور لو دخل لمرحله انه بيدرسك ماليا وما خدكش، اوعى تزعل، ده كده اشتراك واقتنع بيك، بس انت لسه مش جاهز. الاسد بيتوفق في 20% من صيده، انت مش هجدع من الاسد. يعني انت لو دخلت ال10 وفشلت في الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والثامنه، انت لازلت اسد لو جبت التاسعه. سامع اسد؟ الاسد بيتوفق في 20% من صيده. الله على كلامك يا احمد. طب اقول لك حاجه احلى. تعرف الكريدت ستادي دي لو بتتعمل بديو ديليجنس بثيرد بارتي زي كريدت ريتنج ايجنسي ممكن تكلف كام؟ $100,000. يعني الانفستور اللي ما خدكش ده صرف $100,000 عشان يقرر ياخدك او ما ياخدكش. فانت فعلا اقنعته، بس انت لسه مش جاهز. تزعلش، تزعل لو ما درسكش اصلا، يعني تبدا تتضايق لو ما اشتراش، لو ما سمعش، لو ما فكرش. لكن الكريدت ريتنج ايجنسي بتاخد ارقام كبيره، فكونه عمل ايه. اديك مثال بسيط قوي، انت نازل تشتري عربيه، مش في عربيه بتبص عليها تقول له طب هفكر، وفي عربيه تقول له نروح نكشف عليها. الكشف هفكر يعني خلاص فكك مني. لكن رايح تكشف هتدفع 2000 جنيه في الكشف، فانت اشتريت، فانت عايز، اشتريت، انت عجباك. فسيم هير، نفس الحدود. فالسي الاولى الكاركتر، السي الثانيه الاذر كريديتورز، السي الثالثه كريدت ريتنج ايجنسي بقى، السي الرابعه ابدا اشوف بقى الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتك، الكومنتس اللي طالعه من قائمك الماليه، انت القائمه الماليه بتاعتك عامله ازاي. السي الرابعه اللي هي الكومنتس على القائمه الماليه، الكومنتس على القائمه الماليه. انت لازم تقدم قائمه ماليه، بس في الاول وفي الاخر انت بتقدم فاينانشال ستيتمنتس يا اما بتقدم فاينانشال موديل، لكن عمرك ما هتقعد قدام انفستور من غير فاينانشال بروجكشن، عشان نبقى واضحين. يعني هو مش هيسمع منك كلام من غير ارقام، بس مش لازم الارقام دي ترتقي لمساحه ان هي تبقى فاينانشال ستيتمنت مثلا ولا حاجه، لا خالص. ممكن يبقى بس مجرد فكره، بس الفكره دي بروجكتد على ارقام، مترجمه الارقام. مترجمه يعني الارقام. عشان اترجم كلام احمد، يعني الوضع مش شرط ان انا اخش اقول له والله انا بكسب 300% و600%، لا خالص. هو عايز يسمع منك فكره كويسه ويشوف فيك شخص ديديكيتد للبزنس، مصمم في ظهر البحر على راي احمد، ولكن في ترجمه للارقام. بالظبط. الارقام دي بقى الكومنتس بقى هنا، الارقام دي بقى لازم تبقى past future and present. يعني مفيش حاجه اسمها انا هعمل ولا انا بعمل ولا انا عملت، لازم الثلاثه. انا السنه اللي فاتت كان وضعي كذا، انا دلوقتي وضعي كذا، لو انت جيت معايا هيبقى وضعنا كذا.
دي الارقام دي الارقام اللي هو اللي بيقول مستني عليها يشوفها. كومنتس. هو دي اللي بيبدا يرمي عليها كومنتس، يقعد يبص بقى يقول له طب انت ليه الكوجز بتاعتك عاليه قوي كده؟ ايه الكوجز دي؟ التكاليف المباشره على النشاط. انت بتصرف 700 جنيه عشان تبيع حاجه ب 800 جنيه، فانت الكوجز بتاعتك 85%. طب انت الاس ان جي ان اي بقى مصروفاتك الاداريه هتبقى كام؟ مصروفاتك انت ما عندكش مساحه اصلا انك تعمل حاجه. ما عندكش فيبدا مساحه يدي تكسب. يبدا يدي كومنتس بقى، يبدا يعمل فاينانشال ريشيوز، يبدا يحسب. احنا طبعا الانتربرينير ما بنحسب لهمش ريشيوز، يبقى هزار وافتراء. احنا بنحسب لهم لانه انديكيتورز، مؤشرات. فيبدا يبص على المؤشرات. ما بنحسب لهمش ريشيوز. ريشيو، يعني مش فارق معايا انت بتكسب كام، ولا فارق معايا نسبه الاصول للخصوم ولا ديونك ولا خالص. ولكن بنحسب انديكيتور انديكيتورز. للمستقبل، انت ممكن تروح فين لو انا مولتك. طيب ايه الانديكيتورز وايه ريشيوز؟ وايه الريشيوز؟ بمنتهى البساطه، الانديكيتور حاجه لامب سم، الريشيو حاجه فولي ديتيلد. يعني ايه؟ انا دلوقتي مثلا لما باجي احسب انديكيتور بشوف انت توتال اللي بتبيعه كام وتوتال اللي بتصرفه كام. ده بمنتهى البساطه. ده انديكيتور مثلا زي النت بريزنت فاليو او صافي ربحيه. او مم. انت كنت السنه دي كام، اللي بعدها كام، اللي بعدها كام، فيبقى عندي كده بروفيتابيلتي اندكس او معيار لايه، لمؤشر كمان 5 الجراف سنين انت بتاع بتعمل الربح. تمام كام؟ بالظبط. مم. الريشيوز فولي ديتيلد. انا عشان احسب ريشيوز انا محتاج ديتيلد فاينانشال ستيتمنت بشكلها المحاسبي السليم. اصولك متداوله غير متداوله ثابته، حقوق الملكيه، ارباحك، ارباح فتره سابقه، ارباح فتره حاليه، التزاماتك متداوله، التزاماتك غير متداوله. عايز انكم ستيتمنت حكي رحله الفلوس من اول ما كانت ريفينيو لغايه ما بقت نت بروفيت. مصاريفك المباشره كام، عمومي واداري كام، تكاليفك تمويليه كام، رحله الفلوس لها. كلها. يب. ده بقى اسمه ريشيوز. مم. احسب بقى الريشيوز بتاعت البروفيتابيلتي الربحيه، الريشيوز بتاعت الاسيت مانجمنت قدرتك على اداره اصولك، الريشيوز بتاعت الليكويديتي السيوله، الريشيوز بتاعت السولفنسي انت تقدر تستمر في البيزنس قد ايه. مم. احنا ما بنرهقش الانتربرنور الصغير اللي لسه بيبدا، مجرد شخص متحمس عنده موتيف وعنده باشن، بان انا اقعد احسب له ريشيوز. هفحته. بالظبط. هو مش كده يعني هفحته. بالظبط، هو انتربرينير في الاول وفي الاخر. فبحسب له انديكيتورز. على عكس بقى لو انا انفستر بانفست في شركه راننج عايزه تكبر، مم. وانت اكيد بتشوف شركات كتير في الماركت بتاخد انفستمنت. كتير. هنا بقى الوضع مختلف، بنبدا نحسب ريشيوز، نبدا نشوف كاش فلو، ونبدا نشوف الكابكس بتاعتها قد ايه، اللي هي السي ال5، ايه الكابيتالز اللي عندك، او ايه دي اخر الاصول. سي. دي اخر سي، انت تملك ايه مم. كنوع من انواع التامين. بس بالنسبه للانفستر لو بيبص على انتربرينير، فريش معايا واملك ايه. اصل انا مش هحجز عليه، انا مش بنك، انا صح. داخل يا نكبر سوا يا خلاص، يا خسرت يا الفلوس اللي خسرت انا الفلوس مش استثمرتها. مشكله، هكسب من حته تانية. مم. ودي ميزه الانفستر عن البنك. يعني مم. خليني اقول لك حاجه، في عرف الفاينانس البنك ارخص جهه تمويليه، مم. ما مش هقول لك لا، بس البنك بيكسب بس. بيكسب بس ما بيخسرش. بنك فعشان حتى كده هو لما ارخص يس جهه حتى تمويليه. البنك لما بتاخد منه كارد بيأمن عليك بخاطر عدم سداد، يعني انت لو ما سددتش شركه التامين هتدفع. مم. فكده كده البنك ما بيخسرش، فبالتالي هو ما بيخسرش، فما عندوش اي موتيف يخليه يساعدك. مم. مش زي الانفستر استثمر فيك فلوس، هو كمان بيزقك. ليه؟ عايز فلوسه ترجع، عايز يعمل كاش باك، عايز يعمل من الاخر كده كابيتال جيننج، عايز يعمل ربحيه على راس المال اللي هو استثمره ايه معاك. فلو احنا بنتكلم عن مصدر تمويل رخيص هقول لك روح للبنك. لو انت بتدور على سكسس بارتنر، حد تنجح معاه، حد يساعدك، حد يكبرك، حد يبيعك بعد كده مم. للناس ويقدمك ان انت حته منه، مم. انفستر طبعا، روح للبرايفت ايكوتي. ناس كتير جدا يا احمد مهم. بتفكر اني لا انا عندي مشروع ناجح ومش عايز اعرضه للبيع، حلو قوي. مع ان انا بشوف ان ده تفكير غلط. نفس الناس اللي بتخبي ايديها وهي بتمتحن في الامتحانات، فاكر واحنا في ثانوي يقعد يخبي كده اللي هو مستخبي ما فوق الورقه تبصش. ده بيوصلش لاي حاجه. ليه؟ اي حاجه في الدنيا ليها حجم انها تكبر، عمرها ما هتتخطاه. علشان تدي حجم اكبر لازم تدخل فاكتور زياده. يعني ايه؟ انا اقوى راجل في الدنيا، هل هقدر اشيل عربيه؟ لا. عايز ونش. اه طب انا ونش، هل هقدر اشيل مركب؟ لا عايز ونشين. عايز ونشين. وهكذا. الفيرتيكال والهوريزونتال جروث
مش هتعملهم الا لو كان فكرك فيرتيكال وهوريزونتال برضه، يعني عشان بس نترجم كمان النمو اللي بالعرض واللي والنمو اللي بالطول بالطول. مش هيحصلوا غير لو انت بتنمو بنفس طريقه. يعني طب ما تفكر من زاويه تانية، هو الانفستر اللي عنده ملايين الملايين جاي يستثمر معاك انت ليه؟ عشان انت ممكن تبقى بتكسب اكتر منه في المستقبل. معقوله هو يبقى شايفك كده وانت مش شايف نفسك كده؟ ده للانتربرنور اللي بيقولوا لك لا انا مش هدخل معايا حد شريك، لا انا ما ادخلش حد في البيزنس بتاعي، لا ده رزقي، المصطلحات خليني قافل بقى. اه انا لو بفكر بالطريقه دي ما كانش زمان عندي ولا اسيستنت ولا عندي حد بيشتغل معايا دلوقتي. من نفس المبدأ ما كنتش بالظبط، وظفت انا حد خلي النولج اصلا. بتاعتي ايوه ليا، صح. ولما تسالني الانتربرينور يعمل ايه، لك ما اعرفش، ما تقولوش يعمل ايه، انا عايز مم. انا اعرف لوحدي. لا. لكن لا ده مش صح. انا لما بتيجي في دماغي فكره جديده وفكره حلوه في البيزنس بدخل اديها في سيشن احرقها، اشوف مين اللي هيعملها. وعشان اجبر نفسي اطلع فكره احسن، لان اللي عندي راحه. مم. انا دلوقتي لو انا مثلا في الجيم جسمي معبي ميه، هعمل ايه عشان ما تخرج؟ هخش ساونا، لا، اشرب ميه. اشرب ميه زياده. هو الجسم بيعبي ميه ليه؟ عشان عشان مفيش شايفك مية ما داخلة. بتشربش فخايف فبيحمي نفسه. صح. الدماغ نفس الفكره، خرج الافكار عشان يجي غيرها. عشان يجي غيرها. طب هو عنده افكار وعنده ستوك، خلاص. زي الناس اللي كانت بتشتغل تكسر النحاس بايديها وتعمل اجمل لوح على النحاس في الحسين، لما المكن بتاعنا نزل بطلوا يشتغلوا كلهم؟ لا، لان في ناس منهم كانت من اول الناس اللي اشترت مكن. ليه؟ لانه بيتطور. زي نوكيا، بالظبط. خلي زي بالك، كل الاندستريز اللي اتولدت واتدفنت عشان ما ما عندهاش كبرتش فكر ما اتطورتش. التطوير. يس. فاي حد في الدنيا هيقفل على نفسه مش هيكبر باكتر من مقدار نفسه. اخرك حدودك، اخرك حدودك، هتروح فين؟ اخرك حدودك زي ما فعلا. ربنا سبحانه فعلا. وتعالى قال: لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. هو انت. هو انت، بس لو وقفنا 1000 فوق بعض نبقى اطول من الجبل. صح. هي دي فكره الكولابوريشن، الانتجريشن، التكامل. طيب خلينا تاني نصمب الفايف سيز، الفايف سيز بتوعنا. اول سي اللي هي الكاركتر. الكاركتر، تاني سي الاذر كريديتورز، الناس اللي سلفتك، تالت سي لو انا هستخدم كريتنج ايجنسي او كريدت ريتنج ايجنسي، رابع سي انا شايف الفاينانشال بروجكشن او ستيتمنتس بتاعتك، الكومنتس اللي عليها ايه، واخر سي انت عندك كابكس، عندك ايه تملكه. بس اخر سي دي صدقني ليس لها اي قيمه في البيزنس دلوقتي. حاليا هعمل بيها ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي بيتي 8 10 مليون جنيه فرضا، يعني هل انا مليونير؟ طب انا هبيعه واقعد في الشارع؟ ما صحيح. الكابيتال ملوش قيمه، ملوش. هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه ايه؟ انا عايز كاش، انا عايز ليكويد. حتى لما بنعمل ريزيرف بيبقى ايزي ليكويد، بنحط ريزيرف من الذهب ليه؟ بيتباع. مش هعمل ريزيرف لشركه شقق، انما مش هعمل للبيت اللي انا عايش فيه، ريزيرف بالظبط، لمقر الشركه بتاعي، مش ريزيرف. للعربيات اللي بتشغل ملهاش قيمه فعلا. يس. طيب الشباب اللي بتسمعنا في منهم كتير انتربرنورز، ولو عايزين ننصحهم نصيحه، هو دلوقتي بيعمل 20 30 مليون جنيه في السنه وبس، وهو حدوده دماغه او نفسه زي ما لسه بتعبيرك، يعني اول حاجه المفروض افكر فيها ايه عشان ابدا الفت نظر الانفستور ليا الى ان احصل على انفستمنت؟ يعني ال النصيحه اللي تخليني اوصل من حدودي لحدود ان انا اخد انفست من الاخر. اول حاجه زي ما اتفقنا، go to the bank. حط فلوسك في البنك، ما تاخدش من البنك، ما تتمولش من البنك، لا، حط فلوسك في البنك، خلي الاوبريشن بتاعتك بتتم من خلال البنك عشان تعمل بانك ستيتمنت بانك ستيتمنت محترم، كاش فلو حقيقي ظاهر واضح، تسجل او توثق ال طب اقول لك حاجه احلى، تعالى نفترض ان هو بيعمل 20 مليون جنيه من الكاش اوبريشن، وقدم لي ميزانيه بتقول انه باع ب 20 مليون جنيه، هقطعها وارميها ولا هبص فيها؟ اي ميزانيه في الدنيا ملهاش بانك ستيتمنت ايفيدنس بمينيمم 80% بقراهاش. يعني لو انت بايع ب 20 مليون لازم اشوف الايراد ده داخل منه 16 مليون على الاقل في بنك، يا اما انت باعتش ب 20 مليون، ما تقول زي ما تقول مش مصدقك. مش مصدقك. فدي اول نقطه. حلو. تاني نقطه، معلش بس في اول نقطه، ولو انت اوريدي داير في 20 مليون جنيه، فانت لو رحت طلعت بنك ستيتمنت احتمال كبير جدا تلاقيهم ب 50 طبعا بحركه. يب. دي اول نقطه. تاني وتالت ورابع نقطه، هما 3
ماركتينج ماركتينج ماركتينج، اهم حاجه ها نقطة. ماركتينج ماركتينج ماركتينج. ماركتينج to yourself، ماركتينج to your business model، ماركتينج to your output. يعني ايه؟ انا دلوقتي احمد منصور بشتغل فاينانشال كونسلتنت، انا محتاج اعمل كام ماركتينج؟ 3. 1 ماركتينج لاحمد منصور از انتربرنير. 2 ماركتينج يعني ايه فاينانشال كونسلتيشن. 3 ماركتينج الانواع الفاينانشال كونسلتيشن اللي بتتعمل. انت بتماركت في 3 دايركشنز. انت انفستمنت، الانتربرنير كونسبت ده يعتبر انفستمنت، الاوتبوت بقى اللي انت بتطلعه من الكونسبت بتاعك ده انفستمنت. اللي هي الثلاث الشركة او لازم تماركت النشاط للثلاث، بتاعك بقى. لازم تعمل ماركتنج للثلاث، لازم تعمل بروباجندا للثلاث. يعني انا في الاول لما جيت اشتغل مثلا من 3 سنين على برودكت جديد انا قررت اشتغل عليه اسمه بانكينج ريليشن مانجمنت، اداره العلاقات مع البنوك. الناس بتقول يعني ايه اداره علاقات مع البنوك؟ فاقول له مثلا انت اخد الكارد بتاعك بكام؟ يقول لي 4% فوق الكوريدور ريت. اقول له انا عارف اجيب لك 1%. يقول لي ايه ده هتقلل لي الكوست اوف فاند 75%؟ اقول له بلاش. انت بتطلع فورم 4 بكام؟ يقول لي 1.25%. طب انا بطلعها ب3 في الألف. يعني انت لو بتدي البنك 6 مليون جنيه في السنه انا بدي له 1.5 مليون. نفس البنك اللي بتتعامل معاه. ازاي؟ ديلينج مع البنك، فاهم البروسيس، فاهم اتفاوض معاه ازاي، عارف اضغط عليه منين واجيبه منين واروح له فين. وفي ايدي بورتفوليو، انا عندي العميل ده والعميل ده والعميل ده والعميل ده. زي ما نروح للمحامي كده، بالظبط. هو فاهم ازاي يتعامل مع القضاة، بالظبط. وعارف ايه البروسيس وايه اللي القاضي محتاج يشوفه وايه اللي القاضي ويعرضه امتى وازاي. فبالتالي يعرف ياخد يعني اعلى خصم على الفايدة اللي ممكن يقترض بيها من البنك. يب. فلو احنا قلنا 1 انك تجو تو ذا يعني legal financial statements عشان نوثق عشان نوثق الحركات المالية. الحركات. بيع وسوق لنفسك صح، سوق للفكره بتاعتك عشان الناس تفهم تعمل ايه اصلا صح، وبعد كده قول بقى ايه البرودكت او السيرفيس. 5 FRT، الفيرست ريسبونس تايم. انت هترد على الليد اللي تجيلك من الانفستر بعد قد ايه، وهترد عليها ازاي. You have to be ready with a business model, ready with a presentation, ready with what you need. انت داخل له عايز منه ايه. تاني، اول حاجة انت جاهز بالبيزنس Small. موديل بتاعك، برزنتيشن عنك وعن شغلك البرزنتيشن بتاعتك وشغلك. جاهزة. يس. 3 انت جاي لي عايز مني ايه. 3 ما انت ينفعش عايز ايه؟ ما ينفعش اروح لحد بحجم مثلا نجيب سويرس واقول له ان انا عايز منك 10 مليون جنيه، هيضحك عليا. ليه؟ لان اسم نجيب سويرس اهم من ال 10 مليون جنيه. فانا مش هخش معاك عشان لما انا عايز أعرف أنت منك مين. فلوس، انا عايزك انت. ففي انفستر انت بتدخل تقول له انا مش عايز منك فلوس، انا عايزك في ظهري. طب في انفستر تاني لا انا عايز منك فلوس عشان اوظفها. لازم الانفستر يحس انك مذاكره. طب اقول لك حاجه اجمل. انت لما بتيجي تقدم السي في بتاعك في شغلانه، الناس كلها في مصر عندنا بتكتب كده انتروداكشن في اول السي في، ريدي تو ورك اندر بريشر وانا بعرف اعمل 1 2 3. الكفر ليتر ده اصلا فكرته ايه؟ انك تحسس الهيومن ريسورس ان انت مهتم بانك تشتغل في الشركه، فلازم تمنشن فيه اسم الشركه، وتمنشن فيه السيرفيس او البرودكت اللي بتقدمه الشركه، وتمنشن فيه بريف عن نفسك. فالاتش ار يحس انك مش قاعد عمال تعمل انت بتبيع نفسك سند. لا ده انت مذاكرني وجاي تقدم عندنا. الانفستور زي الاتش ار اللي بيعينك لازم يحس ان انت مذاكره. انا عايز اتعامل مع احمد السويدي عشان انت عندك منطقه صناعيه في العين السخنه انا عايز اخد منها حته، وعايزك تساعدني في ان المصانع بتاعتك اللي اسمها كذا وكذا وكذا اللي بتشتري البرودكت كذا اللي انا ببيعه تاخده مني. مش هروح للراجل اقول له هات فلوس. فلوس ايه؟ ما تاخدهم من البنك الفلوس. يعني انت صحيح. فلوس أرخص. ايه اللي انت جاي تاخدها مني؟ يعني ارخص اخدها من البنك ارخص. بالظبط. تعامل مع الانفستر مش على انه والت، على انه شريك. على انه شريك. ما تتعاملش معاه على انه محفظه. لو حاسس انك تتعامل معاه على انه محفظه هو مش هيهرب. بيتجوزك، هيهرب. صح. هو مش بيقنيك، هو بيستثمر معاك. صح. تعامل معاه على انه بروفايل. بعض الشركات بتتعامل مع التسويق يا احمد من باب ايه؟ ادوق بس النتيجه. مستحيل هتدوها منين؟ بص اه احد من اصدقائي بيحكي لي يعني تجربه، يعني فبيقول لي ان هو عنده شركه ماركتنج كبيره، وبيتكلم انه راح شاف شركه عندها حجم نمو كويس جدا وبوتنشال في السوق وبتاع، بس هي البارت اوف ماركتنج ديبارتمنت عندها رايح. يس. اوكي.
فلما راح لهم عمل بيتش وقعد معاهم وقال لهم والله انا شايف opportunity في التعاون، ففي 1 2 3 4 لو عملناه واستثمرنا في الماركتينج فيه هتبقى حجم الطلب على الشركة عندك XYZ. مظبوط. فهو عرض بادجت مثلا ليتس سي مليون جنيه تسويق، 5 مليون جنيه تسويق. فالراجل قال له بص والله انا ممكن ابدا معاك تسويق مهم. ب100,000 جنيه، اشوف المردود، اكمل معاك بقيه الديل ال5 مليون جنيه. تنصحه يرد يقول ايه؟ انصحه يرد يقول ان مفيش حد في الدنيا بيشتري بنطلون بيجرب رجل. يعني عايز اشتري بنطلون، تقولي بنطلون ده حلو قوي 5000 جنيه، وديني جيب اجربه بعد كده، ما مش هياخد مردود من 100000 جنيه. بس ما هو انت عشان ما تفرحش انك عملت بيزنس تفشل نفسك. يعني انا دلوقتي انا عشان اعمل ماركتنج كامبين، الماركتنج كامبين ده بيتعمل بناء على استادي. الاستادي دي بتقول ان انا اقدر استارت بمليون جنيه. تحت المليون جنيه بجنيه ما تبداش، انك هتفشل، فهيبقى في الاخر انت اسمك فشلت. يعني مثلا انا دلوقتي انت جاي تعملي ماركتنج، فقلت لي انت الماركتنج كامبين بتاعك يحتاج 100000 جنيه عشان نعمل كذا وكذا وكذا، اللي هم الثلاثه اللي احنا قلناهم، هنماركت لاحمد وماركت للسيرفيس اللي بيقدمها احمد ونقدم للبرودكت اللي بيعمله احمد. طب لو انا ما عملتش ماركتنج للثلاثه، الكامبين وقع، يبقى انا دلوقتي المليون جنيه هيرجعوا، ال100000 جنيه مش هيرجعوا، فاتس باد انفستمنت. انا ممكن اشتري شو ب 5000 جنيه وما اشتريش شو ب 500 جنيه، لان دي هتتقطع بعد اسبوع، دي هتقعد 4 سنين، دي ارخص، اللي ب 5000 جنيه ارخص من ال 500. صح صح يعني. فاهم قصدي؟ فلا صح. ما تقبلش، ما تقبلش باي حاجه تقلل من الكواليتي بتاعت البيرسونال بتاعك، ولا تقلل من الكواليتي بتاعت السيرفيس بتاعتك. ليه؟ لان في الاخر الناس هتحاسبك على نتائج، محدش هيصدق ولا يفتكر التنازلات اللي انت قدمتها في الاول، هو هينتظر منك الريزلت اللي انت قلتها في الاخر. وحاجه بقولها دايما للانتربرنيورز في حياتي عموما، ما تزنقش نفسك. لو الحاجه النورمال بتاعها انها تبقى الكوست بتاعتها 10، لو قلت 3 وعملتها 5 انت فاشل. يا عم هي الطبيعي بتاعها 10، بس انت قلت لي 3، لا قول 7 واعملها ب5، مش العكس. الناس دايما بتربط الناس من الريزلتس. الريزلت نتائجك ايه؟ نتائجك ايه؟ فلو انت شايف ان المبلغ ده تقدر توري له بيه، بص يعني احنا مثلا يعني مثلا على سبيل المثال لو انا مثلا شايف ان الشركه دي هتنجح بتسويق ب10 جنيه، حلو، انا اقول له 12، والله انا نجحت ب10 حلو قوي، كان به نجحت هسيب لنفسك بافر. ودي اول نقطه. تاني نقطه، لازم تبقى عارف انت حاسب ال10 جنيه دي ازاي. ليه؟ لان في competitive advantage، في ميزه تنافسيه مطلوبه منك از انتربرنيور. هو انا جاي لك از انتربرنيور ليه؟ لانك اعلى وارخص. فاهم قصدي؟ طب لو انت اغلى، طب هروح للانتربرنيور ليه؟ يعني انا دلوقتي ما انت عايز كده مش انتربرنور بقى. اشتري هودي. طب الهودي انا بلبس مثلا من رالف، طب الهودي في رالف ب5000 ب6000، ما تبقاش انت انتربرنيور عامل هودي مصري ب4 ب10,000 ولا ب4 حتى ولا ب4 حتى ولا ب3. ما الفرق قليل. ايوه الفرق قليل صح. يعني انا شايف ان الانتربرنيورز في مصر كان عندهم فرصة رائعة من يوم 7 اكتوبر 2023 لغاية النهاردة. ليه؟ المقاطعة لم يستغلوها جيدا. والله الكلام ده بفلوس، ما حدش عارف يستغلها. والله الكلام ده بفلوس. كله قال لك مش عايز. طب انا اقول لك حاجه والله العظيم، عارف يا احمد، والله يعني كنا بنشوف يعني شركة بتصنع مياه غازية، شركة بتصنع لبس مصري، شركة بتصنع أعزك الله شوزات، نظارات، أي صناعة مصر، فراخ متبلة زي بتاعت مثلا إكس. يا جماعة انشروا واعمل كواليتي، قولوا واعمل بيزنس صح، وعلوا الجودة وغلوا السعر، ما مفيش عنديش مشكلة. انا كده مش عايز اشتري منه، انا كده مقاطع. ما عرفناش نستغلها، بالعكس حسسنا الناس ان احنا مش قد المسؤولية. احنا ندعم بتوع المقاطعة، يستاهلوا والله خير، يعني مش خسارة فيهم، مش خسارة بتوع المقاطعة. مش مشكلة. احنا بنعرفش نستغل الفرص بالطريقة الصح، ودي مشكلة كبيرة. لو احنا اتعلمنا نستغل الفرص. طب اديك مثال، انزل معايا مثلا في ألمانيا، انزل معايا في مصر، تعال نوقف اي حد في الشارع في ألمانيا يقول له خد 1000 يورو، هيقول لك ثانك يو. وقف اي حد في مصر يقول له خد 1000 جنيه، يقول لك ليه؟ انت عايز مني؟ انت هتاخد مني ايه؟
هيشك فيك هيشك فيك. ليه؟ هو ما عندوش فكره الاوبورتيونيتي اللي ممكن تظهر. راح امسك. لا، مفيش حاجه اسمها، اكيد في مصيبه ورا الموضوع. احنا ما بنعرفش نستغل الفرص، احنا بنخاف من الفرص، احنا بنخاف. وده ده الفيل رقم 3 اللي انت يس. اتكلمت خوف عليه. من التغيير. طب انا كنت كونسلتنت لشركات في مصر بيقودها ناس كبيره في السن، اقول له احنا عندنا كاش فلو، كاش ريزيرف 100 مليون جنيه، تعال استثمرهم. يقول لي انا شايلهم للزمن. زمن انت إيه يا شركه معلم؟ مقاولات شايل فلوس للزمن ليه؟ صحيح، مش هتخسر حاجه، انت مش بتقدم هتخسر. خدمه. انت اصلا حرك الفلوس. طب شركه زي دي لما حصل الانفليشن قيمه الفلوس دي نزلت للربع، بقى القدره الشرائيه لل 100 مليون هي القدره الشرائيه ل 25 مليون، دمر المساهمين اللي معاه لانه ما بيستغلش الفرص. صح. وفي نفس الوقت مفيش حاجه بتطلع كده ولا حاجه بتنزل كده. يعني العمله لو بتطلع احنا نقدر نكسب، لو بتنزل احنا نقدر نكسب، السهم لو بينهار احنا نقدر نكسب. عشان كده بنشوف امثله كتير في عز الازمات تعمل ارباح. بتعمل ارقام فلكيه. ليه؟ لان الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها كارثه في البيزنس تخسر الناس فلوس، ده كلام ساذج غير قابل للتطبيق. ليه؟ فلوس هتروح فين؟ قاتل كورونا، تعال نوقف 2 نقول له ايه رايك في الكورونا، يقول لك الله يخرب بيت الكورونا دمرت حياتي. ايه رايك في الكورونا؟ هي اللي عملتني. كانت مصدر رزق رهيب. بالظبط. الفلوس ما بتختفيش، اللي خسرته السينمات كسبته المنصات، اللي خسرته المطاعم كسبوا الدليفري، اللي خسرته الفنادق كسبته المستشفيات، اللي خسرته علم شركات. الاقتصاد مبني على التفاضل والتكامل. بالظبط. انت هتكسب دي بس هتخسر دي. ده فأنت كسب ده دايماً- خسر. فانت وقت الخساره اعرف ان في حد تاني بيكسب. طبعا بس انت اللي ما فكرتش ازاي تكسب. الناس اللي ضربت ضد اسهم العقاريه المورتج بوند في 2003 و4 و5 و6 و7 في نيويورك لحد عمل 8. تريليونات، عمل اكتر من تريليون، 3 تريليون 4 تريليون. ليه؟ لان الناس اللي ضربت في الاسهم دي خسرت 3.4 تريليون. يبقى في ناس تانية كسبتهم. فلوس ما بتختفيش، الفلوس ما بتختفيش، الفلوس ما بتختفيش. ما بتختفيش. طالما حد خسرها لازم حد تاني يكسبها. الله يا احمد. يعني ايه ريسك؟ يعني ايه ريسك؟ ريسك يعني حاجه غير معلومه النتيجه. الحاجه المعلومه غير معلومه النتيجه دي بتطلع باوتبوت من 2، يا اوبورتيونيتي يا ثريت، يا فرصه يا فرصه يا يا تهديد. حجم الفرصه والتهديد ايكوال. يعني الريسك اللي بمليون جنيه يعني قدامه ايه؟ فرصه بمليون جنيه. بالظبط. في ريسك بمليون جنيه معناها ان في حد هيخسر مليون جنيه وحد هيكسب مليون انا جنيه. في حد معين عايز ابعت له الحلقه دي. ما حدش بيخسر، بس في ناس بتكسب. فلوس مش هتختفي، تروح فين؟ الحقيقه يا احمد الكلام معاك ممتع، لان انت بتفتح افق وبتفتح بتنور كشافات كتير قوي يا احمد. يعني انا نفسي بفهم اكتر من الكلام معاك. فخلينا نصمم تاني الكلام. لو انتربرنور بيفكر انه يكستند شغله، لا انت محتاج تعرض نفسك بشكل كويس، رقم 1. رقم 2 تعمل ماركتنج ل1 و2 و3 اللي هو انت والبزنس والبرودكت اللي بتقدمه. وبالتالي هنا تقدر تبني ثقة مع المستثمرين وتقدر تجتذب المستثمرين. طيب ولو محتاج اني ابدا يكون عندي مستشار مالي في الشركه، لما ابدا انسى الارقام او انسى انا تتوه مني، انا مش عارف مين راح فين. هنا انا محتاج، هنا انت محتاج فاينانشال كونسلتيشن، محتاج تبني فاينانشال موديل. بجد الكلام معاك ما بيخلص. ثانك. بجد انا مستمتع جدا، واحده من اجمل الحلقات اللي انا عملتها في حياتي. انا مبسوط جدا ان انت نورتني وشرفتني، وانا مستني استفساراتكم واسئلتكم. انتوا سمعتوا كتير من الكلام، اكيد مش كله هتقدروا تهضموه خلال الحلقه. ابعتوا لنا اسئلتكم واستفساراتكم واحنا هنوصلها لاحمد بيدا بعد اذنك طبعا. وهيكون لينا لقاء اخر مع احمد منصور. ثانك يو. انت نورتني وشرفتني. شكرا ليكم.